في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الجينجر بريد كوكيز أو كوكيز الجنزبيل بطريقة بسيطة وسهلة جدا. هقولكوا على كل الحاجات اللي تخليها كريسبي من بره وفادجي وطعمها خطير من جوه، وفي آخر الفيديو هوريكوا ازاي تقدروا تغلفوها وتخلوها هدية حلوة تهادوا بيها الناس اللي بتحبوها. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. عادة لما باجي اعمل الوصفة دي بعمل كمية كبيرة عشان اقدر اوزع منها براحتي. هسيب لكم برضو تحت الفيديو نص المقدار عشان لو عايزين تعملوا كمية قليلة. اول حاجة الدقيق، هحتاج 7 كوبايات دقيق. هحتاج كمان كوباية وربع زبدة طرية، 2 بيضة متوسطة. في الوصفة دي احنا بنعتمد على السكر البني، ما بنستخدمش سكر ابيض. هنحتاج تقريبا كوباية ونص سكر بني. ومن الحاجات الاساسية في كوكيز الجنزبيل العسل الاسود. هنحتاج كوباية وتلت، وفي انواع كتير عسل اسود تقدروا تستخدموها وانتم مطمنين. هحتاج كمان معلقتين صغيرين بيكنج صودا، معلقة صغيرة ملح عشان تعادل طعم السكر، معلقة صغيرة فانيلا، ومجموعة توابل هي اللي بتديني الطعم والنكهة المميزة لكوكيز الجنزبيل. اول حاجة معلقتين كبار جنزبيل مطحون، معلقتين كبار قرفة، معلقة صغيرة قرنفل مطحون، وهحتاج كمان رشة جوز الطيب وتقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين. في حلة هبتدي انزل الزبدة، السكر البني، والعسل الاسود، وهرفع الحلة دي على النار. انا مش عايزاهم يغلوا خالص، كل الحكاية ان احنا عايزين كل المكونات تندمج مع بعضها كده والسكر والزبدة يسيحوا عشان يدينا النكهة واللون المميز بتاع الجينجر بريد كوكيز. بصوا قبل ما تغلي كده هرفعها من على النار، وعلى طول هنزل عليها التوابل، هقلب كويس، وبعدين هنزل البيكنج صودا وهقلب. خلوا بالكو اول ما بنحط البيكنج صودا بتبتدي تتفاعل مع العسل الاسود ويبتدي الخليط يفتح ويفور زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا هبتدي انقل الخليط ده للحاجة اللي هعجن فيها وهسيبه يبرد تماما. بعد كده هزود عليه البيض، الفانيلا، الملح، وهقلبهم كويس، وابتدي انزل عليهم الدقيق. هزود جوز الطيب، وهبتدي بقى يا اما اعجنهم بايدي يا اما بالعجان. احنا عايزين المكونات تندمج والدقيق يختفي، واول ما الدقيق يختفي بوقف عجن خالص. بصوا هو ده اللون والشكل والقوام المظبوط للجينجر بريد كوكيز. العجينة بتبقى طرية قوي بس مش بتلزق. هبتدي بقى اقسم الكمية دي، قسمتها على 3 اجزاء، كل جزء منهم هفرده كده بين ورقتين زبدة. السمك ده مناسب جدا، بالذات انها بترتفع حاجة بسيطة في الفرن مش كتير قوي. هحطهم كلهم بقى على صينية وهدخلهم التلاجة نص ساعة قبل التشكيل. في الوقت ده تعالوا نعمل الرويال ايسنج. هحتاج 3 كوبايات سكر بودرة، والمفروض في وصفة الرويال ايسنج بنستخدم ميرنج بودرة او بياض بيض. اللي مش حابب او مش هيقدر يوصل للميرنج الباودر ولو خايفين تستخدموا بياض البيض ممكن نستخدم معلقتين كبار عسل جلوكوز. لازم حاجة تمسك القوام بتاع الايسنج عشان ينشف معانا بعد ما نزين بيه الكوكيز. وهحتاج كمان فانيلا ورشة ملح ومعلقة صغيرة عصير ليمون. هحتاج كمان من 4 ل5 معالق مية، هزودهم بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هبتدي انزل المكونات كلها على السكر البودرة وازود شوية صغيرين من المية وابتدي اضرب. بصوا هتلاقي القوام ابتدى يفتح معاكم ويتحول للون الابيض، هو ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. بعد كده هستخدم كيس حلواني وهنزل فيه الايسنج. عشان تقدروا تتحكموا في الايسنج وانتوا بترسموا، الاحسن ان انتوا تحطوا كميات صغيرة قوي في الكيس عشان التحكم بيبقى صعب لما تكون كمية الايسنج كبيرة. هنحتاج بقى قطعات كوكيز على حسب ما تحبوا. استخدمت هنا مجموعة قطعات كده ليها علاقة بالكريسماس، وتقدروا تعملوا اي شكل انتوا عايزينه. هطلع عجينة الكوكيز من التلاجة، هاخد القطاعة وانزلها في الدقيق عشان تسهل عليا التقطيع، وابتدي اقطع الكوكيز. هبتدي اشيل الكوكيز بالراحة كده وانزلهم في صينية مفروشة سيليكون. هنسيب بينهم فراغات بسيطة لانه ده من مميزات الوصفة اللي احنا بنستخدمها، انه الكوكيز دي مش بتفرش في الفرن، هي بترتفع حاجة بسيطة وبتحافظ على شكلها تماما في الفرن. دي اول صينية وده اكتر شكل الولاد بيحبوه، الجينجر بريد مان. هدخلها التلاجة لحد ما اخلص بقية الكمية. هنعمل بقى باقي الاشكال. هدخل الصواني زي ما هي كده التلاجة نص ساعة قبل الخبز.
هيطلعوا على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، تتحط على الرف اللي في النص، بتاخد بالظبط 10 دقايق. بصوا ده شكلهم اول ما طلعوا من الفرن. الكوكيز بتكون طرية، فاحنا مش هنحركها خالص من الصينية لحد ما تبرد تماما. بعد كده هنقلهم على شبكة عشان يبردوا تماما قبل ما ازينهم. هما لحد هنا وشكلهم لذيذ جدا، مش محتاجين يتزينوا اصلا. هاخد بقى كيس من الايسنج اللي انا عملته وهقصه بالمقص من فوق حاجة بسيطة كده، وابتدي بقى ارسم على الكوكيز. طبعا في افكار كتيرة جدا لتزيين الكوكيز وفي ناس محترفة فيها تماما. حاولت النهاردة اختار اكتر افكار بسيطة نقدر نزين بيها الكوكيز تدينا شكل حلو من غير ما نكون محترفين ولا حاجة. اتأكدوا انه طالما انا عرفت ازينها ان انتوا كمان هتعرفوا. طبعا الولاد بيتبسطوا جدا لو خليتوهم يساعدوكوا في التزيين، وده بالنسبة لهم بيبقى احلى حاجة في الكوكيز دي. هتلاقوا افكار كتير بقى لذيذة. هنا عملت شكل بنوتة وشكل للولاد عشان ما يزعلوش. اهم حاجة انه بعد ما نزين الكوكيز نسيبها مثلا ساعتين 3 كده لحد ما الايسنج ينشف علشان نعرف نشيلها بعد كده. تقدروا بقى تحفظوهم في علب محكمة. احسن حاجة تحفظوهم في العلب المعدن دي بتاعة الكوكيز، عشان الكوكيز ما تطراش وتفضل محتفظة بقوامها وبالقرمشة وبالطعم الحلو. بحب كمان اكتب عليها اسامي الولاد وبيتبسطوا جدا. هوريكم فكرة لطيفة جدا وتقدروا تهادوا بيها الولاد الصغيرين ويبقوا مبسوطين جدا، ودي بتبقى من احلى الهدايا اللي ممكن تقدموها لهم. هنستخدم الاكياس الشفافة دي بتاعة الكوكيز، هنحط فيها بقى اشكال مختلفة من الكوكيز من غير تزيين، ونحط معاهم كيس صغير فيه الفروستنج عشان هما يزينوها بنفسهم، ونقفل الكيس كويس ونقدمها لهم. هتبقى من احلى الهدايا اللي ممكن تقدموها. والكوكيز اللي احنا عملنا فيها فتحة دي نقدر نحط فيها شريط ستان وتتعلق، بيبقى شكلها لذيذ قوي. تقدروا كمان تغلفوا كل واحدة لوحدها في كيس وتربطوها بشريط ستان كده، بيبقى شكلها لذيذ قوي. ده شكلهم بعد ما الايسنج نشف. بصوا شكلهم كيوت قوي. طعمها يجنن، كريسبي من بره وفادجي جدا من جوه. ريحة ونكهة القرفة والجنزبيل خطيرة. مش بس طعمهم حلو، شكلهم حلو قوي، وعملناهم بايدينا وقضينا يوم لطيف والولاد اتبسطوا. جربوها ومتأكدة ان انتوا مش هتشتروها من بره تاني. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.